السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. طبعا لسه جاية من المستشفى وكالعادة بقالي 4 مرات يودوني ويجيبوني يودوني ويجيبوني. ليه؟ عشان كنت بعمل سناني، المفروض ان انا عايزه اعمل تلبيسه على ضرس، ف4 مرات يدوني مواعيد واروح واجي اروح واجي. ده اللي انا عماله اعمله بقالي 4 ايام، بروح اتمشى واجي بروح اتمشى واجي. المهم بقى ان انا استفدت من المشوار وجبت الريشه الجميله دي. قولي ايه رايكم فيها دي بقى عندكم في البيت ولا لا؟ عشان تنضفوا بيها الرفوف وتنضفوا بيها السراحات والدواليب والاماكن العاليه والاماكن الضيقه اللي احنا مش عارفين نوصل لها. الريشه الجميله دي بقى بتساعدنا جدا جدا جدا، احسن من القماشه 100 مره. وعندنا اكله جميله هنعملها ان شاء الله مع بعض. هنعملوا ايه بقى؟ الاكله السريعه للانقاذ النهارده. عندي فراخ بانيه مغسوله بالليمون كده والملح، وعندي لقيت كيلو كوسه محترم، وهطلع كيس صلصه. الطماطم دلوقتي غاليه، والصلصه اللي انا قلت لكم يلا نفرز الصلصه، الطماطم رخيصه، ويلا نعمل الصلصه. ويا رب بقى الناس اللي استفادت وعملت الصلصه هي اللي هتكسب في التوقيت ده. الطماطم ب 15 و 16 جنيه. انا هطلع كيس صلصه من عندي من اللي انا عاملاها، ونعمل صينيه كوسه بالفراخ حلوه ان شاء الله. يلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجه كده جبت حله فيها ميه، والبدنجان طبعا غسلته، والكوسه قطعتها بالشكل الجميل ده بقطاعه اللفت تديني شكل حلو. والبدنجان بتاعنا زي ما انتم شايفين ده اللي لقيته موجود قدامي صراحه، بجيبه عادي وبقطعه نصين. المهم ان انا انقي بدنجانيه تكون حلوه كده، مش مبزره من جوه، تكون كويسه. الميه بتاعه السلق دي اهم حاجه يكون فيها ايه؟ خل وملح. والملح مهم جدا جدا جدا، وكمان الخل هيدوكي طعم للبدنجان او المخلل تحفه. بيملح كده البدنجان وهو بيتسلق، بيبقى طعمه جميل. غير لما ما تحطيش ملح بتلاقي البدنجانية مهما كده حطيتيها في الملح تبقى طعمها كده برضو مش لذيذ. الملح ده هيفرق كتير في المخلل بتاعنا. بنفتحه كده من النص وقطعناه كده، لو لقيتي البدنجان الطويل ده مفيش مشكلة خالص، بيبقى جميل وزي العسل. هتقطعيه من النص. لقيتي الصغير اهلا وسهلا، اللي موجود والمتاح عندك اعملي بيه. حطينا في المية ملح وخل، وهنقطع البدنجان كله بالشكل ده ونحطه على النار يستوي معانا من وقت للتاني. قلبيه كده من فوق لتحت عشان ما يستويش من حته اهو وحته بالشكل لا. ده كده. تمام نحطوه على النار كده خلاص، يستوي. قطعنا كل الكميه اللي معايا وناخدها نوديها على النار على طول. ومعانا بقى صينيه فيها معلقه كبيره زبده وبصلايه كبيره قطعتها كده، ومعانا الفراخ نزلناها بتتشوح مع الكوسه، مع نص معلقه صغيره خالص من الطرب انا مسيحاه طعمه تحفه. نحط التوابل ونحط قرن فلفل حامي، التوابل بتاعتنا فلفل اسود وسبع بهارات، ونرش كده رشه ملح. وبصوا الصلصه الجميله اللي انا عملتها معاكم اللي قلت لكم عليها هتلاقوها موجوده على الصفحه. وهنحط ميه سخنه كده مع الصلصه بس كده، ونسيبها تستوي ونظبط الملح بتاعنا ونغطي عليها ونسيبها لما تستوي. البدنجان لما يستوي هنطلعه كده في طبق يبرد عشان خاطر نحشيه. والميه بتاعته اوعي ترميها، الميه بتاعته دي كنز وسر لنجاح مخلل البتنجان. التومه بتاعتنا فلفل احمر على قرن فلفل اخضر ضربناهم في الكبه مع نص معلقه توم، وهنعصر بالظبط ليمونتين كبار على نص كيلو البتنجان. هنقلبه كويس بالشكل ده ونحطه كده معلقه ملح من المعلقه اللي بنقلب بيها الشاي، معلقه كبيره كده تكون مليانه هرميه. ونحط خل مع الليمونتين الكبار، نحط معلقه خل صغيره. تمام. ونحشي البتنجان بتاعنا كله بالشكل ده. عايزه اقول لكم البتنجان ده بجد ده في قلبي في قلبي جوه قلبي. ميه البتنجان اللي احنا سلقناه بيها بنحط كوبايه كده على الفلفل اللي اتبقى والثوم، ونحطه كده على البتنجان وطعم تحفه. ولما نخلص اكل نشيله كده نحفظه في علبه بالشكل ده ونغطي عليه كويس، وتكون الميه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم طعمها مع المكرونه مع اي اكل تحفه. الكوسه بتاعتنا خلاص استوت بالشكل ده، نحطها تحت الشوايه تاخد كده وش وتتحمر وتدينا طعم. عايزه اقول لكم الاكله دي انا مستعده اكلها في الاسبوع مرتين عادي جدا. الرز بالشعريه بقى التحفه، نحط عليه الكوسه، ودي الاكله المفضله لي انا وولادي بنعشقها بجد والله. لو جربتوها هتعشقوها. الصوص طبعا بتاع الكوسه ده لو انتوا حابين تخلوا فيها صوص كده تمام، مش حابين تقدروا تقللوا السوائل، يعني تقدروا تقللوا الميه اللي مع الصلصه. وبتاكلوها كده مع الرز بالفراخ كده، ولا عظم ولا اي حاجه. حاجه كده مريحه وسهله وجميله وتحفه مع البدنجان المخلل. اقسم بالله لو جربتوها هتحبوها جدا جدا جدا. جربوها وقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تكونوا استفدتم. ما تنسوش اللايك والمتابعه ومشاركه الفيديو. استودعتكم الله، والسلام عليكم.